بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا قرينا السبع مقامات سابقا على الطريقة المصرية، 7 حلقات 7 مقامات على الطريقة المصرية، فرح نبدأ الآن على الطريقة العراقية، وإن شاء الله رح نبدأ بمقام المدمي، لأنه القراء المصريين يقرون بس ال7 مقامات، أما إحنا نقرأ باقي المقامات، فرح نقرأ قسم من المقامات اللي إحنا نقرأ بيها القرآن على الطريقة العراقية، تسمى القراءة المحلية، تعرفوها. فرح أبدأ أنا بالمقام المدمي، أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب
وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العلي العظيم. هذه التلاوة من سورة الإنسان قرأتها على مقام المدمي. مقام المدمي لا يقرأه إلا العراقيون، يعني قراءة محلية، معروف هذا مقام المدمي، مقام حزين جدا، يعني مبكي، يقرؤون القرآن فيه، ويقرؤوا التواشيح والإفراقيات، نقرأ كنا حتى الختمات، احنا عندنا 3 أيام الفاتحة نقرأ قرآن، وآخر يوم الثالث بالأخير قبل من يعني يخلص الوقت بساعة نقرأ الختمة للمتوفى. هاي الختمة نوعية خاصة، يعني أكو عدة أنواع بها. أكو نوعية يقرون مثلا يذكرون النبي والآل، وأكو نوع ختمة يقرأ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأكو إفراقيات. فهذه إن شاء الله بعد ما نخلص المقامات بالقرآن الكريم أعطيكم الختمات، نوع الختمات، كل ختمة لها حلقة إن شاء الله. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، ومقام جديد بحلقة جديدة، وتقبلوا فائق احترام أخوكم المقرئ عادل يوسف العادلي.